هاي، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض احلى واطرى والذ عيش تورتيلا في 10 دقايق بالظبط، من غير عجن بقى ولا تخمير، وهنشتغل بالعجين على طول وهيطلع معاكي ناجح جدا زي ما انتي شايفة بالظبط بمكونات موجودة عندنا في البيت. اول حاجة هنحتاج كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، ومعلقة ملح كبيرة و3 معالق زيت، وكمان كوباية مية مغلية. هنا هننخل الدقيق مع الملح، ولو نخلتوه مرتين هيبقى احلى واحلى كمان. عايزه اقول لكم عيش التورتيلا بيخش في وصفات كتير، وهنعمل بيه وصفات كتير على القناه. بجد مش هتتخيلوا هو اقتصادي قد ايه. بعد ما قلبت الدقيق مع الملح هنزل بقى ب3 معالق زيت، وبرده هقلبهم لحد ما يختفوا في الدقيق. عايزه اقول لكم اشهر الوصفات اللي طلعت ترند بعيش التورتيلا الفتره اللي فاتت هي البيج ماك تاكو، وانا نازله عندي على القناه بصراحه وصفه حلوه جدا، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان تجربوها. بعد كده هننزل بالميه تدريجي، خلي بالكم هي ميه مغليه فهتخلي قوام العجينه بيلزق شويه كتير، وطبعا كل دقيق بياخد معيار سوائل مختلف، عشان كده هننزل بالتدريج. وهنبتدي نعجنها لحد ما تبطل تلزق معانا، هتتعجن على الاقل 10 دقايق. نرش بقى الكاونتر عندنا دقيق ونبتدي نفرد العجينه بتاعتنا. لو لقيتي العجينه بتلزق بسيط كده في ايدك، ممكن ترشي على وشها وعلى النشابه دقيق. هفردها بارفع سمك انا اقدر افردها، انا بحب عيش التورتيه رفيع. لو انت بتحبيه سميك شويه افرديه بالسمك اللي انت بتحبيه. واي طبق عندك عايزه تطلعي سمك الرغيف بتاعه بتقطعي عليه، ودي اسهل طريقه هتطلع شكل الارغفه كلها شبه بعض ومفيش واحد غير التاني. بعد بصوا بقى ما فردت، بص العجينه كده طريه وسهله وسلسه. بصوا انا عماله افردها، هشيلها كده واريحها شويه على ايدي. الموضوع بسيط، بصوا العجينه خطيره. وهلم بقى بقيه العجينه وارجع افردها تاني بالنشابه ونقطعها. العجينه ولا ارتاحت ولا اتخمرت ولا اي حاجه، وبتتفرد بكل سهوله وطريه جدا. هو ده العيش التورتيلا المظبوط اللي انا عايزاه. وما تقلقوش خالص ان الميه سخنه هتلاقوا العجينه بتلزق شويه في الاول، بس كل ما تعجني كل ما العجينه هتتماسك معاكي. هقطع بقى الكميه بتاعتي كلها، هتطلع حوالي 5 6 ارغفه على حسب سمك الرغيف بتاعك. طاسه سخنه جدا على نار متوسطه، وابتدي انزل بالعيش بتاعي ومقلبوش خالص لحد ما ياخد لون حلو من تحت. اول ما ياخد اللون عندي اقلبه على الوش التاني. وطبعا انت بتتحكمي في لون الرغيف اللي انت بتحبيه، انا بحبه ذهبي شويه فبسيبه على النار شويه. عايزاه لونه افتح طبعا بتشيليه بدري شويه. وعايزه اقول لكم انا ما بخرج العيش بغطيه عشان يفضل طري، وممكن ارش عليه بخة ميه كده عشان يفضل العيش بتاعي طري. مش عايزه اقول لكم ريحته كده كانت قلبه البيت كله، وعملنا بيه شويه سندوتشات تجنن. خطير بجد، جربوه وعلى ضمانتي هيطلع ناجح حتى لو ما عملتيش عيش قبل كده ولا ليكي في المعجنات. خطير فعلا. بصوا بقى شوفوا معايا بعد ما خلصت كل الكمية، بصوا طاري ازاي. بص بيتقفل معايا ومش بيتقطع، ده دليل على نجاح العجينة بتاعتك. وهي حاجة سهلة ب3 مكونات بس، هتطلعي كمية كبيرة جدا. اعملي بيها السندوتشات اللي بتحبيها، شاورما، بطاطس، وحطيه كمان يتحمص كده في الطاسة وكلي أحلى ساندوتش. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. أظن حاجة سهلة وبسيطة اقتصادية جدا، هتعمليها في 10 دقايق وناجحة من أول مرة.